في مكان بعيد على ضفاف بحر إيجا كانت مدينة عظيمة اسمها طروادة. بيوتها من الحجارة وأسوارها عالية بتقف زي الحارس ضد أي خطر جاي من البحر. لمدة 10 سنين المدينة دي كانت في قلب واحدة من أطول وأشرس الحروب في التاريخ، الحرب اللي بدأت بحب وانتهت بخدعة. لكن هل فعلا حرب طروادة كانت بسبب واحدة ست، ولا كان وراها أسباب تانية أعمق شوية؟ زمان في الأساطير الإغريقية كان في ملك اسمه بريام حاكم طروادة، وكان عنده ابنه اسمه باريس، شاب وسيم لكنه عنده مشكلة كبيرة. القدر كان مجهز له مصيبة. الآلهة ايريس آلهة الفتنة قررت تزرع نار الغيرة بين أعظم 3 آلهة في اليونان، أفروديت وأتينا وهيرا. رمت تفاحة ذهبية مكتوب عليها للأجمل، وكل واحدة فيهم كانت عايزة التفاحة. وعشان يحلوا المشكلة قرروا يخلوا باريس يحكم بينهم. كل واحدة حاولت ترشيه بشكل، لكن أفروديت وعدته بأجمل امرأة في العالم، هيلين، زوجة الملك من لاوس حاكم سبارتا. وباريس بعقل الشباب صدق الوعد وسرق هيلين وطار بيها على طروادة. وهنا الدنيا ولعت. ميلاوس ما كانش هيسكت. لما عرف ان زوجته اتهربت لطروادة قرر انه مش بس هيرجعها لكنه هيدمر المدينة كلها. وهنا بدأ أجممنون أخوه في تجميع أعظم جيش في التاريخ مع أبطال زي أخيل، أوديسيوس، آياس، وانطلقوا في سفنهم ناحية طروادة. لكن هل فعلا الحرب دي كانت بسبب الحب، ولا كان في أسباب أعمق زي السيطرة على طرق التجارة في بحر إيجا؟ جيش الإغريق وصل وهاجموا على طروادة، لكنهم اتفاجئوا المدينة دي مش مجرد حصن عادي، دي قلعة مستحيل تخترق. الأسوار عالية جدا والمحاربين شجعان، وكل محاولة لدخولها كانت بتنتهي بالفشل. كل يوم حرب، كل يوم اشتباكات، لكن لا طروادة بتقع ولا الإغريق بينسحبوا. 10 سنين كاملة والحرب مستمرة. وهنا ظهر أعظم مقاتل في الإغريق، المحارب اللي جسده كل منيع إلا كعبه زي ما بيقولوا، أخيل. كان بيحصد جنود طروادة واحد ورا التاني لحد ما حصلت اللحظة الحاسمة. في يوم من الأيام خرج عشان يقابل أمير طروادة هيكتور في مبارزة أخيرة، والنتيجة هيكتور وقع، وأخيل انتقم منه بسحب جثته حوالين أسوار طروادة في مشهد خلده التاريخ. لكن بعد فترة قصيرة أخيل نفسه وقع ضحية خدعة. باريس ضربه بسهم مسموم في كعبه، نقطة ضعفه الوحيدة، ومات أعظم محاربي الإغريق. بعد 10 سنين الإغريق تعبوا ومفيش أمل في اقتحام طروادة. لكن هنا ظهر راجل بعقلية مختلفة، أوديسيوس ملك إيثاكا. كان معروف بدهائه وفكر في خطة جهنمية. بدل ما يقتلوا بالحرب هيقتلوا بالخداع. صنعوا حصان خشبي عملاق وأقنعوا الطرواديين إنه هدية للآلهة وإنهم خلاص تعبوا وانسحبوا. الطرواديين كانوا شاكين، لكن فكرة النصر بعد 10 سنين كانت مغرية جدا. دخلوا الحصان جوه المدينة واحتفلوا ورقصوا طول الليل، لكن اللي ما كانوش يعرفوه إن الموت مستنيهم جوه الحصان نفسه. في نص الليل الجنود اللي كانوا مستخبين جوه الحصان فتحوا بوابات المدينة، والإغريق اللي كانوا منسحبين رجعوا بسرعة واقتحموا المدينة. بدأت مجزرة، النار في كل مكان، صرخات الناس في الشوارع. الطرواديين ما كانوش فاهمين ايه اللي حصل. المدينة اللي صمدت ل10 سنين سقطت في ليلة واحدة بسبب خدعة. النار ولعت في المعابد والجنود ذبحوا كل رجال المدينة. الملك بريام اتقتل في قصره، وحتى الأطفال والنساء ما كانوش في أمان. هيلين اللي كانت سبب الحرب وقعت أسيرة في إيد جوزها من لاوس، لكنه بدل ما يقتلها سامحها ورجعها سبارتا. بعد المعركة طروادة اتحولت لأنقاض، والأسطورة دي فضلت موجودة في كل كتب التاريخ. بس هنا بيجي السؤال اللي محير الكل، هل الحرب دي كانت حقيقية ولا مجرد خيال يوناني؟ هل فعلا كان في حصان طروادة ولا مجرد قصة لتفسير انهيار مدينة عظيمة؟ بعض الباحثين بيقولوا ان الحصار حصل فعلا وان طروادة كانت موجودة، لكن قصة الحصان مجرد رمز لخيانة داخلية او كارثة طبيعية. لكن سواء كانت أسطورة او حقيقة، اللي حصل في طروادة كان مثال على واحدة من اعظم الخدع في التاريخ. لو كنت مكان الطرواديين كنت هتصدق فعلا ان الحصان ده هدية، ولا كنت هتشك؟ كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.